أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية العاجلة، وهذا أبرز عنوانها: الإعلان عن أرقام قياسية جديدة في أسعار اللحوم بالمغرب. لكن قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. وفي التفاصيل، صرح محمد جبلي رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي بأن الحكومة المغربية اتخذت خطوات لفتح باب استيراد اللحوم الحمراء من الخارج بهدف تخفيف الضغوط على أسعار اللحوم محليا، أو على الأقل ضمان استقرارها خلال الأشهر المقبلة. جاء ذلك خلال لقاء جبلي بممثلي قطاع المواشي بمجلس المدينة في الدار البيضاء أمس الاثنين، حيث عرض تفاصيل واقع سوق اللحوم الحالية والتحديات التي تواجهها. وأوضح جبلي أن أسعار لحم الغنم في السوق تتراوح حاليا بين 120 و 130 درهما للكيلوغرام الواحد بالجملة، فيما يسجل لحم البقر سعرا يتراوح بين 90 و 95 درهما. وأشار إلى أن أسعار لحم الغنم وصلت لمستويات غير مسبوقة، ما أثار قلق المستهلكين والمهنيين على حد سواء. وفي سياق الاستعداد لعيد الأضحى المقبلة، أشار جبلي إلى ضرورة بدء التحضير المبكر لاستيراد المواشي، مقترحا الاستفادة من إسبانيا كشريك رئيسي للمغرب في هذا المجال لضمان توفر اللحوم بأسعار تناسب الجميع خلال الموسم المقبل.